أيها الإخوة الكرام، ومن المشاكل أيضا، من المشاكل التعلق بالمال. المرأة ملي كتعلق بالمال وكتولف المال في جيبها وكتبغي ديما يكون عندها المال، يسقط في عينها الرجال ما كتبقاش عندهم قيمة، كيبان لها الرجال والو ما ساويين شيء. علاش؟ لأن هي الفلوس موجودة. يعني كما قلت لكم القوامة من الأمور اللي جعل بها الله القوامة، المال في يد الرجل. لما المرأة كتولف المال تفسد المرأة، وبالأخص المرأة ملي كتكون في الوظيفة. والكثير من النساء كيجعلوا الوظيفة هدف. دروكا اشنو السبب ديال كثير من البنات ما بغاوش يتزوجوا؟ قالت لك بغات تقرا بتوظف. طيب، واحد الأستاذ هو صديق ديال واحد الشيخ، واحد العالم. هذاك الشيخ وهذاك العالم عنده تقريبا يمكن ياك ما 6 البنات ولا، وكانت البنت كتقرا حتى كتوصل لواحد المستوى دراسي الإعدادي مثلا، كيخرجها ويعلمها القرآن والسنة وشرع الله سبحانه وتعالى، وإذا بلغت زوجها. جاء هذاك الصديق ديالو أستاذ متقاعد، حتى هذاك الشيخ تا هو كان أستاذ وكان في التعليم متقاعد. جاء تيغوت عليه، قال: اش بغيتي تخرج على هذوك البنات؟ تعديتي عليهم، ما قريتيهم، ما كذا ما كذا. فسكت الشيخ ولم يجبه. مضت سنوات، لكن هذه السنوات هي التي ستجيب. إن لم يجيب الشيخ فقد أجاب عنه الدهر. مضت سنوات. هذاك الصديق ديال هذا الشيخ كان عنده 2 بنات، قراهم، علمهم، توظفوا، داروا طوموبيلات، سيارات، داروا ديورهم، وفي الاخر قعدوا. دازت 30 عام 40 عام ما كاينش اللي يسول فيهم. حتى يقول لك واه خص تضفوا تيساليو. لان دابا الكثير من النساء اللي بغاو الهدف عندهم في الحياه هو الماده، تصحابهم من سبب السعاده هي الماده، وتشمل الماده عاطيها الراجل وقول لها يبيع النعناع، يقول لك ما بغيت انا والو، بغيتو هو، فتجد سعادتها به. طيب، المراه نعطيوها طوموبيل، نعطيوها فيلا، نعطيوها كل شيء وهي غير متزوجه، كامله ام ناقصه. والمراه الاخرى هي في العروبيه وراجلها كيبيع النعناع ويجي كتبان ملكه. وثم هذه المراه اللي موظفه في فيلا، مرر عليها ايام الدهور، بعد ما توصل 70 عاما، تبلغ 70 عاما 80 90، ما بقى عندها لا اولاد، ما عندها لا اولاد ولا حتى حاجه. من سيلتفت اليها؟ المراه الاخرى في المقابل مثلا تصوروا امراه اخرى واخا هي عاميه ما قارياش كاع علاه وتزوجات وبولادها، لما وصلت 80 90 هذا يذهب بها إلى الحج، هذا يأخذها إلى العمرة، هذا يأخذها لتصل رحمها، وهذان يختصمان عليها شكون اللي غادي يديها في هذه العطلة، وكل تتخطفوا عليها، وكل واحد يتصل بها: امي لا راه غادي نجي نديك عند خالتي ولا كذا، وانا اللي غنديك نخلص عليك عمرة، انا اللي غندير لك. فتتخطفوا عليها ولا ركبوها في سيارتهم كيركبوها لقدام وتتحس هذا ولدها، هذا عمر، هذا فريد، هذا كذا، هذا عنده يعني الحمد لله فضل عليه الله من ماله، هذا مهندس، هذا طبيب، هذا كذا، كل واحد باش كيكرمها وكل واحد كيتفضلها ويتنافسون، فتشعر بأنها ملكة مثوجة، تخطفها هذا لهذا، أبنائها كيعاملوها ملكة ويقبلوا قدميها ويقبلوا راسها ويكسوها وفرحانة في غاية السرور، لأنها ملكة متوجة تعيش بين أبنائها وذريتها. في المقابل الأخرى رضيت بالمادة هدفا في الحياة. هذوك كثير من الموظفات عندهم هكا ترتيب الحياة: رقم 1 الدراسة، المعرفة، ولكن المعرفة لأجل المادة ماشي لذاتها، والبعض كيتخذها لذاتها وقد أفلح. الهدف الثاني الوظيفة. الهدف الثالث البيت، المسكن، بارتما أو كذا. الهدف الرابع السيارة. المهم الزوج فينا هو في هذه الأهداف هو رقم 50. صحابها مسكينه غير محطوط في الكرتونه، غير غتسالي هذوك الاهداف، بغات تدق عليه وتقطع بالقنبه وغتحلو وغيخرج لها، قول لها راني موجود. فكدوز 20 عام 30 عام 40 عام 50 عام تشعل البوره حمراء، كتقلب على الراجل ما كتلقاش. وكانوا كيسولوا فيها من قبل، ولكن كانت هبيله تظن بان الزوج غيسجنها. طيب انت قال لك راه غيقيد لي الحريه ديالي. طيب انت الحريه ديالك يقيدها لك غير المدير مع من خدامه، كل مره يقول لك علاش تعطلتي وفين مشيتي، هو تيتحكم فيك. انت قلتي ما بغيتي كاع يتحكم فيك حتى حد.
إلا غير غاديه بسيارتك وقفك بوليسي ولا وقفك هي ستوب، هذا تحكم. يعني انتم ما تتامنوا في فلسفه الحريه المطلقه، راه ما كايناش. ابدا انت في اي شيء خاضع لقوانين، وكذلك الحياه الزوجيه فيها قوانين. يقول لي لا بيتحكم فيها، هذا هذا المصطلح الخربان بيتحكم فيها. وكاين المراه اللي تتلذذ بان زوجها يكون قائم عليها ويتحكم فيها وتسمع وتطيع. ما تفهموش انتم لذة الحياه؟ ذاك التحكم هو تاج على المرأة ومظلة للمرأة، وتشعر بالسيادة لأن عندها زوج تراقبها. كثير من النساء كيطلقوا، عدد من النساء تطلقوا سبب الطلاق هو انك قالت لك مليت الراجل، قالت لي علاش مليت؟ تقول لها مثلا شي وحده علاش مليتيه؟ قالت لك كاع ما تقول لي والو، ما تنخرج ما تقوليش علاش خرجتي، تندخل ما تقولش لي، تندخل معطله ما تقولش لي علاش تعطلتي، تلبس تندير ما تقول والو، كان غير موجود. فتكرهه المراه. يعني هذا ما حسش بيا، يعني تقول ياك ما حسش بيا، دايرني ما مسوق ليا كاع، يعني طلق ليا كل شيء كانني لست زوجته. فالمراه اللي كتكون قاعده مع العيالات وتقول لك يا ربي راه الراجل تعطلت عليه والراجل بغى يدخل وما يلقانيش في الدار وكتجري للدار، هي تفتخر بهذا، تتحس بان ماشي تجي الاخرى وتقول لها لا حي ماله هو كذا. هذه امراه يعني قطعت الحبال وليس لها أزمة ولا ما يربطها وما يعني يرشدها إلى الصواب. فلذلك المرأة اللي كتعرف قيمة الرجل تتلذذ بسيادته. والعاقلات قد العاقلة تنادي زوجها يا سيدي. فلذلك هذاك نرجعوا للقصة، هذاك الأستاذ ندم وجاء عند هذاك الصديق ديالو الشيخ وقال له دابا عاد عرفت علاش ما كنتيش كتديها فيا وكنتي كتزوج بناتك وانا مقابل انهم خصهم يقراو خصهم يديروا. قال لي معاك الحق. لان حنا ديما تنامنوا واش الزواج معرقل الحياه الدراسيه، واش الزواج معرقل العمل، ماشي معرقل، بالعكس. المراه لما كتكون في الطب والزوج ديالها في الدار ومع يعني هي كتقرا والزوج ديالها تيقرا، بالعكس يكونوا مرتاحين ويعطوا اكثر. كثير الان في قطاع الطب تلقى عدد ديال النساء فاتهن قطار الزواج. بسبب اش؟ بسبب انها كتسنى قال لك تكمل، وفعلا غتكملي تتسني تكملي تفنين عمرك، كأن الزواج يعني معرقل. هو ماشي معرقل، هو مكمل. بالعكس لما كتلقاي فين تفرغي عاطفتك وكتلقاي الانيس في الحلال تعطينا يعني تمضينا في اي درب من دروب الخير طبعا. فلذلك المرأة ينبغي ألا تكون تفهم الحياة فهما ماديا فقط وتقدم كل شيء مادي على الزواج.